السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ازاي الولاد؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب في احسن صحة واسعد حال. النهاردة زهقنا من الاكل كله الحقيقة، ومحتارين نعمل ايه. رسينا بقى على ايه؟ نعمل فتة. خلاص كده زي ما انتم شايفين قدامكم كده، الرز ولحمة والصلصة والتوابل الجميلة بتاعت الشوربة. اي منكهات بقى بتحبي تحطيها، وظبطي بقى كده الايه حبة الشوربة عشان ايه تشربي شوية شوربة حلوين كده. خلاص كده حبايب قلبي، الحل على النار، المية بتغلي، هنسقط اللحمة ونحط المنكهات بتاعتنا، التوابل الجميلة زي ما انتم شايفين كده، لوري وفلفل اسود صحيح، كبابة، جوز الطيب، لوري، حبهان. بحب احط كزبرة وكمون في الشوربة، مفيدين وبيدوا ريحة وطعم حلو في الشوربة برضو. حابة تحطي تضيفي اي اضافات انت كمان برضو حطي. ونسلق اللحمة وننزل بالمنكهات بتاعتنا، ننزل باللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده التومة، الطشة بتاعت التومة حبايبي بتاعت الدقة. ايوه بس انا بحط لها كمان شوربة على التومة دي. ايوه عشان التومة دي اللي بسقي بيها الفتة كلها بس. ودي الصلصة بتاعتنا، حمرت التومة بشوية كزبرة، حتة سمنة، وبعد ما اتحمرت نزلت عليها بحبة خل، معلقة خل كده، ونزلت عليها بالطماطم، الصلصة اللي انا عاملاها يعني. ده كده الرز بتاعنا خلاص استوى خلاص. عملته سمنة والشوربة بتاعت اللحمة. ده العيش بتاعنا، هنزل عليه بقى بشوية شوربة مش كتير، عشان انا هنزل ايه عليه بالخل والثوم اللي انا عاملاه، وحاطه له شوربه برضه بس كده حبايب قلبي، التومه اللي كشناها بالخل وحطينا عليها شويه شوربه، بس بقى شويه كده منها على العيش. ايوه مش على الفته العيش وبس، لا بس يبقى الفته كلها بعد ما بحط الرز كمان بسقي منها، ويبقى الفته كلها طعمها موحد بقى. اللي ياكل معلقه يلاقي فيها كل حاجه، الاطعمه كلها، الخل والثوم والصلصه وكل حاجه. فاهمين اقصد ايه؟ بس باخد منها كمان على الوش. خلاص بحط كمان ايه شويه من الصلصه اللي اتعملت بالتومه، شويه سمنه والتومه اتحمرت مع الكزبره. شفتوا بقى بطعم الطبق الفتة الجميل كله ازاي؟ يبقى العيش عليه الصلصة وعليه التومة، عليه كل حاجة، ما يبقاش برضو الصلصة فوق على الوش وبس. برضو اللي يجي ياكل معلقة يلاقيها كلها ايه فيها كل الأطعمة زي ما اتفقنا. بس بقى نعمل ايه الرز بتاعنا اللي عاملينه بالسمنة. جميل زي الفل اهو قدامكم. نحب نحط بقى احنا ايه الرز كتير، احنا بنحب الرز بتاعها يبقى كتير، العيش قليل زي ما انتم شايفين، والرز هو اللي بيبقى ايه بيبقى كتير. ما بحبش العيش المقرمش فيها الحقيقة. والعيش ده انا محمصاه في الفرن، ما بحبش احمره في قلب السمنة، لان هي بيبقى التوم عليها سمنة والرز فيه سمنة وكل حاجة، والطشة اللي احنا عاملينها بالخل والثوم دي فيها سمنة، فكمان اعمل العيش بالسمنة بتبقى صعبة جدا جدا حقيقي، ده حقيقي يعني. فانا بحمصه في الفرن واحطه زي ما هو، اكسره واحطه زي ما هو كده زي ما انتم شايفين، مش متحمر في سمنة نهائي يعني. فاهمين اقصد ايه؟ ده كان طبق الفتة بتاعنا الجميل، اتفضلوا معانا بألف هنا وشيف حبايبي، والله تنورونا.
كده حلو قوي رضا، الحمد لله في كل الاحوال. والله دايما تقولوا الحمد لله كده. يا ريت كده في دعاء تدعوه كده حلو قوي، هقول لكم برضو عليه. هنقول بقى الدعاء مع بعض. اللهم اكفينا شر الطريق وشر الغفلة وشر المخبي وشر اللي ما نقدرش عليه. خلاص كده حبايبي، يا ريت تحفظوه. دعاء حلو، كل الأدعية حلوة والله، كلها جميلة. يا ريت تحفظوا الدعاء ده. وخصوصا ايه كمان ايه، في ناس بتقول بس لغاية ايه ربنا يكفينا شر الايه الغفلة وشر الطريق لا، لازم تقولوا كمان والشر اللي ما نقدرش عليه. ربنا يكفينا ويكفيكوا شر اي حاجة وحشة يا رب يا رب يا رب يا حبايب قلبي. ايوه، هتبقى صلصتك كده عشان خاطر تبقى حلوة، متبقاش قليلة في الطبق. بنحب الايه بس كده حلو زي الفل. خلاص كده حطينا الصلصة. بحط بقى شوية من الدقة الجميلة دي فوق الرز كمان، عشان زي ما قلت لكم بحب اطعم كل الحاجة بنفس الطعم الجميل دوت. كل حاجة هتبقى متطعمة وحلوة زي الفل. ألف هنا وشفا حبايب قلبي عليكم وعلى ولادكم. ربنا يديكم الصحة والعافية ويرزقنا ويرزقكم راحة البال والخير كله يا رب يا حبايبي. خلاص هنجيب بقى الشوربة بتاعتنا. خلاص كده حبايب قلبي، أكلنا خلص. الفتة الجميلة بألف هنا وشفا عليكم حبايبي. يعملوها بالطريقة دي. اسقوا كده الصلصة والتومة بالخل كده في كل حاجة. خلاص مش على العيش وبس، بتطعمي بقى الفتة كلها وبتديكي طعم تاني، ده حقيقي. خلاص كده حبايب قلبي، اتفضلوا معانا تنورونا والله. يلا حبيبة قلبي انتوا اعملي الاكل بالطريقة بتاعتنا بتاعت زمان الحلوة اللي مفيش اجمل ولا اطعم منها، صدقيني. طعمي اكلك كده واعمليه بحب كده وخدميه صح، هيطلع احلى اكل والله. يلا حبايب قلبي، اشوف الشكر على خير في وصفة جديدة في حاجة حلوة جديدة. واللي شايفة ان عملت الفتة بطريقة حلوة قوي كده، تعمل لي بقى احلى شير واحلى لايك واحلى اشتراك واحلى تفاعل بزر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومفيش اي تفاعلات ومفيش اي تقدمات في القناة خالص، ما بتتقدمش خالص، مع العلم فيها شغل كتير جدا. مش عارفة ليه، لا شدوا حيلكم معايا شوية. خلاص يلا، انا داخله معاكم في السنه الثالثه وفي شغل يعني مش قادره اقول لكم. يا رب تكونوا استفدتوا من اي حاجه انا بعملها. شايفه ان انها استفادت مني كده في الطرق بتاعتي. يلا تعمل لي احلى اشتراك كده في القناه وعلوا لي القناه. وربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطر اي حد، ويكبر بخاطرنا كلنا حبايب قلبي ويحسن ما بين ايدينا. شوفوا الشكر على خير وشيرش الناس تتعلم طريقه الفته الحلوه بالطريقه دي ازاي. يلا مع الف سلامه.